أنا البلد يا رفاعي. عدى 6 أيام على انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، وعدى تقريبا يومين على قرارات رابطة الأندية باعتبار الأهلي منسحب ومهزوم ب3-0 قصاد الزمالك، وخصم 3 نقط في نهاية الموسم. صديقي المواطن الأهلاوي عايش في صدمة الإنكار بقاله أسبوع. تدخل على اي بوست بيتكلم عن احداث المباراه وتقرا شويه كده في الكومنتس بتاعت الاهلاويه، هتلاقيها كلها تشعر انك امام مجموعه من البشر مصدومين، مش قادرين يصدقوا ان ممكن حاجه هم عايزينها ما تحصلش، ان ممكن في جهه ما في البلد دي تصدر قرار مش على هواهم. صديقي الاهلاوي، اللي انت بتعمله ده بيأكد الكلام اللي احنا بنقوله بقالنا سنين. انت كده بتعترف بيه، بتأكد انك دايما بتاخد اللي حقك واللي مش حقك بالعافية او بالذوق. يعني نظرية المؤامرة اللي انت بتتهمني ان انا عايش فيها بالوهم كانت حقيقة، وانت هو اللي بتثبتها. طالع في كل حتة عمال تقول لي لا مش هيحصل، هتشوفه بكرة، تشوف الماتش وهو بيتعاد واللي احنا عايزينه هيحصل، والاهلي فوق الجميع ومش عارف ايه. صديقي، لو كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. ياما وقفوا معاك، ياما عملوا لك اللي انت عايزه بالحق وبالظلم. مش كل مره هتسلم الجره. المره دي في حد سخن رئيس ناديك وسابه ومشى، فغالبا اللي انت عايزه المره دي مش هيحصل. وشوف لك بقى من هنا لغايه ما يصدر القرار قبل ماتش بيراميدز اي حاجه تسوق لنفسك بيها علشان تقدر تستمر وتقول انا البلد يا رفاعي.